بدايه المباراه في السنتره لقوا الارضيه مبلوله جامد جدا، فده اثر عليهم حتى الشرابات. يعني ما كانش فيه نوع من الثبات ليهم في ارضيه الملعب. ده اللي حصل في بدايه الماتش. ده احد الاسباب، بالاضافه التمركز خاطئ جدا في الجونين. كنا وحشين قوي في التمركز بتاعنا، واحنا منبهين على زيكا وعلى بهاء ان الناحيه اليمين للزمالك هي الخط، هي الخطوره فيها، ونص ملعبه مش اللي قدام ده ما فيهوش مشكله. ليه؟ لان انت الخطوره بتيجي من تحت، فلازم تبقى انت مقفل الجنبين كويس. ولعبنا بطرفين، لعبنا ابراهيم حسن وزيكا الحقيقه ما ادوش في اول ثلث ساعه الواجبات المطلوبه منهم، بالتالي نادي الزمالك دخل منطقه الجزاء وجاب هدف. الحال اتغير في الشوط الثاني والاداء بقى افضل نسبيا قبل الهدف الثالث. الالتزام بس، يعني هم مجرد ان هم ملتزمين، وانا قلت لهم كده كلمتهم على السبوره، الالتزام مهم جدا. احنا ما كناش ملتزمين الشوط الاول، ادينا شوط سيء. بدانا الشوط الثاني كويسين قوي، ضغطنا على نادي الزمالك وجبنا فرصتين ثلاثه، وجبنا ضربتين ثلاثه كورنر، ضربات ركنيه. لكن في نفس التوقيت اللي انت كنت فيه كويس قوي وليدنج على الزمالك، الهدف الثالث جه عمل احباط عند الولاد. اللي تابع المباراه يا كابتن طارق، هدفين في اول 10 دقائق مع ما قيل قبل المباراه واللي حضرتك عارفه بالتاكيد، اكيد شايف ان كان في نوع من الرعونه. ده مش كلامي، ده كلام اللي تابع اول هدفين في اول 10 دقائق. انت ترد ليه؟ لا ما ارفض هذا الكلام، مفيش حاجه اسمها رعونه. العيال لعب، الواد لعب الجيم الثاني، الشوط الثاني بشكل جد جدا، وكنا اكتر من ندي من نادي الزمالك. لولا الهدف الثالث احبط المعنويات شويه. وفي نفس الوقت انا بلعب بالصف الثالث، يعني بس عشان ايه الناس تبقى فاهمه. تيم الاسماعيلي من اول ما انا جيت انا بلعب باللعيب رقم 3، عشان ما حدش بس يقعد يرغي ويتكلم ويفتي. تفسير حضرتك ايه ان كابتن عصام الحضري في الدقيقه 33 بيعنف بعض زملائه وحضرتك تدخلت وقمت بتسخين الحارس البديل؟ طبيعي عصام، انا مش عايزه يبقى متوتر ويوتر اللي قدامه، فانا قومت الولد محمد مجدي عشان يسخن. رساله مني ان انا بقول له يعني يهدى شويه، بس هو حقه ان هو يوجه، بس يوجه بهدوء شويه. ما انا بلعب زي ما قلت لك، عندنا مشاكل كبيره جدا فنيه، عندنا غيابات كتيره جدا. بنحاول ان احنا نقدم كوره بتاعت النادي الاسماعيلي، لكن مش وقته، مش دلوقتي. ممكن الموسم اللي جاي ان شاء الله اذا قدر ان شاء الله باذن الله يبقى فيه احسن ان شاء الله. ازاي المحاولات اللي حاولوا يروجوها ان كابتن طارق يحيى ابن نادي الزمالك نسبوا له تصريحات هنغني نادي الزمالك للفوز بالدوري وتصريحات مشابهه لذلك؟ حضرتك انا واخد على الكلام ده، وياما الكلام ده اتقال، فاهمني، واحنا بنشتغل بشرف، بنشتغل بمهنيه، والكلام ده كلام يعني دخل بينا خرج بينا يعني صح، يعني اقل من ان انا ارد عليه. شكرا كابتن طارق. شكرا.